انا عامل عمليه او عامل عمليه ديسك في الرقبه، وبعد العمليه انا بعاني من وجع في الرقبه وبينزل على الكتف والايدين ولا كاني عملت العمليه. العمليه اللي اتعملت بالنسبه لنا في الرقبه او عمليه الديسك اتعملت عشان نعمل حاجه اسمها ديكومبريشن اوف النيرف او نشيل الضغط بالنسبه لنا على العصب مهما كانت الايديولوجيه او مهما كانت الطريقه بالنسبه لنا بتاعه العمليه. المنطقه بتاعه العمليه حصل فيها حاجه احنا بنسميها السباينال انستابيليتي، والعضلات اللي موجودة في المنطقة اللي حصل فيها العملية بقت بتعاني من ماسل ويكنس شديد جدا. المشكلة هنا لما بيكون العضلات خاصة الباراسباينال ماسلز أو العضلات السيرفايكال اللي بتكون موجودة في أي طبقة بالنسبة لي من طبقات العضلات اللي بتبقى موجودة في العضلات الخلفية من الرقبة أو في المنطقة الخلفية من الرقبة، كل عضلة منهم بتكون مسؤولة عن اكشن معينة، ودي بتساعد على الاتزان والاستابيليتي بتاعة العمود الفقري بشكل كامل. وبالتالي لما العضلات دي بتخش في حالة من الضعف ما بتكونش ان هي قادرة تقوم بالاكشنز والوظيفة الطبيعية بتاعتها اللي كانت المفروض تعملها بشكل طبيعي. وده بيخلي العمود الفقري يحصل فيه حاجة اسمها عدم الاتزان. يعني ايه عدم الاتزان؟ ان العضلات تبقى ضعيفة، وان الفقرات بالنسبة لنا تبقى اضعف، وان الغضروف اللي احنا بعد العملية شلنا الضغط فيه من على العصب ما بقاش لاقي حاجة تحكمه كده، واحنا بنتكلم في البلدي مش لاقيين حاجة تحكمه عشان نمنع ان هو يضغط على العصب تاني. فكاتيجوري كتير جدا من المرضى اللي ما بيعملوش بعدها جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل ممكن يحصل تاني ليه ريكارنسي لنفس الأعراض تاني، نتيجة ان هو لما جه رجع شغله تاني طبعا بالوضعيات الغلط او بيميل الزائد بالنسبة لنا على عضلات العمود الفقري او على العمود الفقري بالنسبة لنا بشكل كامل، كل الكلام ده ممكن يخلي الأعراض تبدأ ترجع بالنسبة لنا تاني، وممكن يخلي المشكلة تبدأ تظهر معايا من أول وجديد. لان الدور الاساسي والمين جول بالنسبه لي وانا بعمل الفيزيوثيرابي سيشنز او انا بعمل جلسات العلاج الطبيعي والتاهيل هو ان انا ارجع المنطقه اللي حصل فيها العمليه دي طبيعيه زي ما كانت موجوده قبل العمليه بقدر المستطاع. فبالتالي انا برجع تاني الاتزان الصحيح بالنسبه لي بتاع فقرات العمود الفقري، برجع تاني العضلات قويه زي ما كانت، برجع كمان حاجه اسمها الماسل انديورنس او قوه تحمل العضله طبيعيه زي ما كانت موجوده قبل كده. لان فتحه المشرط بتاثر او بتقلل من قوه العضله من 40 ل 60% لحظيا وقت بس ما الجراح بيفتح المشرط، فكل ده ممكن تؤدي بالنسبه لنا بعد كده لمشاكل في الرقبه، وممكن تظهر معاك الاعراض تاني. نعمل ايه؟ نرجع للطبيب الجراح اللي احنا عملنا عنده العمليه، نطمن في الاول على حاله العمليه الجراحيه، ولو الحاله مستقره هنتحول بعدها لدكتور العلاج الطبيعي والتاهيل، ولازم نعمل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل. ده أمر في غاية الأهمية.